اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الاسرة كلها هتشترك في عمل الاكله ديت، وهي طريقة عمل اللحمة المشوية، وانا اقدم معاها رز اصفر وسلطة وطحينة. يا رب الاكل النهارده تعجبكم. هنبتدي اول حاجة نتبل اللحمة ونقول بسم الله. معانا لحمة، وانتي طبعا هتعملي الكمية اللي عايزاها. معانا 3 بصلات وطماطم، ومعانا ملح وفلفل وجنزبيل وقرفة وكزبرة وكمون، وربع كوباية خل. التوابل اللي انتي بتحبيها تقدري تضيفيها، لو في اي حاجة عايزة تشيليها ممكن تشيليها. واللحمة ديت بنجيبها من عند الجزار، بنقوله عايزين اللحمة للشوي، هو بيقطعها لنا كده رقيقة علشان تستوي بسرعة. وكمان بيبقى في حتة معينة هو بيديها لنا علشان برضو تستوي بسرعة. كده المكونات معانا، هناخد بقى البصل والطماطم والتوابل والخل وكل دوت هنضربه مع بعض في الخلاط زي ما احنا مش شايفينه كده. هنبتدي اللي احنا نفضيه على اللحمة، واللحمة بقى نسيبها يوم في التلاجة، يعني نتبلها كده قبلها بيوم علشان طعمها بعد ما نشوها كده يبقى حلو، وتكون كده مستوية كويس، وتكون كده شربت من التتبيلة وبقت حلوة. ماما هي كده خلاص علمتني ازاي اللي انا اتبل اللحمة. هنروح بقى علشان تعلمني كمان اتبل اللحمة المفرومة. ونقول بسم الله. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعانا ملح وكزبرة وقرفة وجنزبيل وفلفل اسود وكمون، ومعانا بصلة مبشورة. هناخد التوابل هنحطها على اللحمة، وطبعا لو حابة تشيل اي توابل ممكن، او تضيفي اي توابل ممكن، بس ديت كده طعمها حلو قوي مع الكفتة. وبناخد البصلة بنبتدي نعصرها من المية، ما نحطش المية على اللحمة، علشان لو حطيتي المية بتاعة البصلة على اللحمة ولما بتيجي تصبعي اللحمة بتبقى طرية معاكي وممكن تفك منك. فتعصري البصلة كويس، ما تاخديش المية بتاعتها، وتقلبي بقى اللحمة كده مع البصل والتوابل كويس. وطبعا لو انتي هتعملي كمية اللحمة اكتر بتبشري بصل اكتر. وبنقلب كل دوت مع بعض كويس. ممكن ان احنا نعمل الكفتة قبل ما نشوي على طول، او ممكن ان احنا نعملها ونكون مجهزينها قبلها بيوم ونحطها في التلاجة. طبعا بقى بنبتدي اللي احنا نعمل الكفتة اللي معانا، الكمية كلها نصبعها ونجيب السياخ اللي احنا هنشوي فيها، ونبتدي اللي احنا نحط الكفتة كده في السيخ بعد ما بنصبعها زي ما احنا مش شايفين كده. وكده تكون ماما علمتني ازاي اللي انا اتبل اللحمة المفرومة واصبعها. وبكده نكون تبلنا خلاص اللحمة اللي معانا وخلصناها زي ما احنا مش شايفينها معانا. التتبيلة دي حلوة قوي، ولو جربتوها تعجبكم على طول، وهتعملوا اللحمة بالتتبيلة دي على طول. وكده بقى هنروح لماما علشان هتبتدي اللي هي تعمل لنا الرز اللي هناكله جنب الكفتة. يلا بينا. ونقول بسم الله. معنا تقريبا نص كيلو من الرز، وفلفل اسود وملح وكاري وكركم وبصلتين متقطعين صغير. بنحط معلقة زيت كده في الحلة، ونحط عليهم البصل ونقلبه لحد لما لونه يبقى اصفر معانا. وبعدين نحط الرز معانا غسلينه ومصفيينه، نبتدي نحطه على البصل ونقلبه كده تقلبتين بس كده. ونبتدي اللي احنا نحط التوابل على الرز، وطبعا الكاري بيبقى طعمه حلو قوي مع الرز دوت، والكركم بيدي اللون الاصفر للرز كده، بيبقى حلو قوي. بس لو انتي حابة تضيفي اي توابل او تشيل اي توابل برضو براحتك ممكن. بعد ما بنحط التوابل بنبتدي بقى نحط مقدار المية قد مقدار الرز اللي احنا عاملينه، ونقلبه كده كويس مع بعض. وبعدين
بنغطيه وبنسيبه بقى. اول ما بنلاقيه الرز غلي بياخد بس غلوتين كده، ونبتدي نغطي عليه ونسيبه بقى يستوي على نار هادية، وكده نكون خلصنا الرز. وقبل ما الرز ما يستوي يلا بينا اعمل لكم طبق السلطة. معانا طماطم وجزر وخيار وبصلاية. هنبشر الجزر وهنقطع الطماطم والخيار والبصل وهنحط كله مع بعضه. ومقطعين بقدونس لو انتي حابة تحطي حبة. احنا هنا هنحط كده حبة من البقدونس. ومعانا التوابل هتكون ملح وكمون وكزبرة. هنبتدي برضو نحطها على السلطة. وهنحط معلقتين من الخل وهنعصر ليمونة. وهنقلب بقى كل دوت مع بعضه، وكده تكون السلطة بتاعتنا هتكون جاهزة. نبتدي بقى نعمل الطحينة. احنا بقى معانا الطحينة الخام دي، طبعا احنا اللي عاملينها في البيت وهعمل لكم فيديو ليها. ومعانا بقى ملح وكزبرة وكمون ومية سخنة. هناخد حبة من الطحينة على قد ما احنا ما عايزين، وهنضيف عليهم التوابل والمية السخنة وهنقلبهم. وهنحط معلقة من الخل ونقطتين كده من الليمون، وهنبتدي نقلب كل دوت كده كويس مع بعض لحد ما القوام اللي احنا عايزينه. وبكده هنكون خلاص خلصنا الطحينة، ونفضيها بقى في الاطباق اللي احنا هنقدمها فيها. وهنبتدي بقى نروح لبابا عشان هو كده هيبتدي يشويلنا اللحمة. هنجيب بقى فحميتين كده هنحطهم على البوتاجاز، نولعهم، ناخدهم نحطهم على بقية الفحم اللي احنا هنشوي عليه، وهنهوي عليه كده جامد، او هنشغل على المروحة علشان عايزين الفحم كده كله يولع معانا. اول ما بنلاقي الفحم كده كله ولع معانا بنبتدي بقى اللي احنا نجيب الشواية ونخلي بقى الفحم كده مولع كده، يبقى هادي ما يبقاش مولع جامد، يعني زي ما شايفينه كده بيولع بقى على الهادي. ونبتدي بقى نحط الشواية ونحط اللحمة ونبتدي بقى اللي احنا نشويها. وطبعا بنحطها كده وبنسيبها، بنحطها كده بقى وبنسيبها شوية تبتدي ان هي تستوي. بتبتدي بقى كده حبة حبة نقلب فيها على الناحية التانية، نبتدي نشويها من ناحيتين. وطبعا دوت معانا كده البصل والطماطم بنحب ناكله مع المشوي، بيبقى طعمهم حلو قوي، فجربوهم برضو هيعجبوكوا. جيبوا كده البصل والطماطم كده وحطوهم في السيخ على قد ما انتم عايزين، وحطوهم جنب اللحمة يتشووا، بيبقى طعمهم حلو قوي. وزي ما شايفين بقى نفضل اللي احنا نقلب كده في اللحمة على الفحم. طبعا الفحم بيزيد ريحة حلوة قوي للشوي وطعم جميل قوي زي ما احنا ما عارفين كلنا. بنبتدي بقى زي ما احنا ما بنشوف كده بنقلب كده اللحمة على وشين حبة حبة لحد لما نلاقيها ان هي استوت معانا وبقت طرية كده معانا. وبكده بقى تكون اللحمة كده تكون تقدري اللي انت تشيليها تكون استوت، وتجيبي بقى بعديها السياخ الكفتة اللي احنا عاملينها، وتبتدي اللي انت تحطي بقى الكفتة، وبرضو هتبتدي نقلبها كده. بصوا بابا بيقلبها يعني واحدة واحدة كده بالراحة علشان ما تفكش منك. نبتدي كده نقلب السيخ يعني كل شوية نقلبه كده على الناحية التانية علشان كلها كده تستوي وتبقى حلوة معانا ومستوية، بس قلبوها كده بالراحة علشان ما تفكش منكم. وطبعا بصوا بتبقى حلوة قوي. طبعا برضو الكفتة على الفحم بيبقى طعمها برضو جميل قوي، بس ناخد بالنا كده واحنا بنقلبها.
بالراحة بالفحم طبعا زي ما شايفينه، بيكون كده متولع عليه النار، طبعا بتكون هادية فيه، ما بتكونش طالعة زي ما شفناها اول ما بتولع، لا بتكون بقى بنهدي كده النار عليها، بنعملها بالراحة، وهو هيبتدي ان الفحم يسويها لنا بالسخونية اللي طالعة منه، هتبتدي ان هي تسوي لنا اللحمة اللي معانا. طبعا بقى بيبقى طعمها حلو قوي كده على الفحم. واول بقى ما بتلاقي الكفتة بقى معاكي كده استوت، ممكن بقى نجيب اللحمة اللي شلناها نحطها جنبيها تسخن كده، علشان ناكل الاكل كده كله يبقى سخن معانا وحلو. وكده بنكون بقى بشوالنا اللحمة والكفتة، وبتكون حلوة قوي طبعا الشوي زي ما احنا مش شايفين كده. هي كده خلاص خلصت معانا، وهنبتدي بقى نغرف السلطة اللي معانا. وطبعا بقى ماما برضو خلاص خلصت، الرز استوى وحلو قوي، هتغرفه بقى في الطبق كده، ونبتدي بقى نحط عليه اللحمة اللي بابا شوها لنا، الكفتة. شايفين شكلها بقى حلو ازاي، وطبعا بتكون مستوية كده من جوه، وطعمها بيكون حلو قوي زي ما احنا مش شايفين كده. حطينا الكفتة اللي معانا كلها، ومعانا طبق مقطعين بقى فيه كده بقدونس، وهنحط عليه اللحمة اللي بابا شوها لنا. شايفين ما شاء الله شكل اللحمة حلو ازاي، وطعمها جميل قوي. هو والبصل والطماطم اللي شويناهم حلوين قوي وطعمهم حلو قوي، جربوهم هيعجبوكوا. وكده نكون خلاص خلصنا الاكله بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكوا، لو عجبتكوا اشتركوا معانا في القناه علشان يوصلكوا كل جديد، ودعمونا باللايك، وقلنا ايه رايكم في الاكله النهارده. ويا رب تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا عليكم.